واول ما تسقي صينيه الجلاش بخليط التسقيه وقتها بقى تبداي ان انت تشغلي الفرن، والفرن يسخن لمده 10 دقايق على درجه حراره 180، علشان على بال ما الفرن يسخن 10 دقايق يكون الجلاش اتشرب الخليط ده كويس جدا. يعني الجلاش القمر ده هيدخل على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص علشان يستوي كويس جدا مع المتابعه طبعا. واول ما تلاقي الصينيه اخدت لون من تحت ومن الجوانب الذهبي الغامق اللي انتوا شايفينه ده، ولسه ما اخدتش لون من فوق، فهتطفوا الفرن من تحت وهتولعوا عليه الشوايه حاجه بسيطه علشان تاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تخرج من الفرن والجلاش لسه سخن جدا هنسقيها بالشربات البارد اللي بدرجه حراره الغرفه. بعد ما تسقيها بالسيرب هتسيبيها بقى شويه علشان تشرب السيرب كويس جدا. وعلى فكره انا ما استخدمتش كميه السيرب كلها لان انا طبيعتي بحب الحلويات يكون سكرها قليل شويه، فانا يعتبر كده استخدمت كوبايه واحده من السيرب يعني. وانا بقى بصراحه استنيت عليها يعني على قد ما صبري يسمح، بس ما كانتش بردت. انا بحب اكل الحاجات دي وهي دافيه كده شويه